طبيعتنا أننا ننبهر بالغالب. اسمحوا لي، ربما هذه لها مقدمة خارج النص، ولكن هي رسالة لأهل البلدة، ورسالة. أنا دائما في المساجد ولا في بعض الولايات لما ننزل نقول هذا الكلام. نحن في الجزائر عندنا ما يغنينا بصراحة ولا أبالغ. عندنا من الفقهاء، وعندنا من المحدثين، وعندنا من الأصوليين، وعندنا من النحويين ما نفتخر، ما نبز به الأقران في العالم. ولكن للأسف الشديد كما قال لك الخبز الدار يأكله البراني. عندما نذهب إلى خارج الجزائر، والشيخ الهلالي أدرى بهذا وسبقنا إلى هذا الطريق، يعني كيف يرفعون فوق رؤوسهم، وكيف يفسحون لنا في المجالس، وكيف يرون أنهم يتمتعون أو يسمعون كلاما غير مألوف. في المقابل عندما يأتينا نحن أي شخص، أي داعية من هؤلاء خاصة الذين صنعهم الإعلام، ننبهر. المساجد، الملاعب كلها تمتلئ. عندما تأتي إلى حوصلة كلامه ماذا قال؟ قال كلاما بسيطا، فسر آية أو شرح حديث. ولكن لما كانت القلوب والعقول لها استعداد للسماع، يعني تطربت لهذه الكلمات وتلذذت بها، لأن الاستعداد النفسي المسبق كان موجود. وولد البلاد من البدية شكون؟ هلالي، هذاك اللي يسكن في الدورة هنا، هيا هذه طبيعتنا، حقارة، هذه طبيعتنا. ففي إحدى الملتقيات في مصر، وكان الحضور تقريبا من طلبة الأزهر أكثر من 1400 طالب أزهري بزيهم الأزهري، وكانت المنصة فيها لبناني وعراقي وأنا الجزائري والمقدم مصري. والإنسان يلاحظ، هم يرون الجزائريين فرنسا ولا نحسن كلام اللغة العربية ونتكلم باللهجة العامية وغير ذلك. فالمقدم قدم العراقي واللبناني، وبطبيعة الحال لما يقدمهم بالفخامة والنفخ والتصفيق. فلما جيت هنايا قدمني وتأتي من الجزائر من أرض المليون شهيد، نص قال علينا قبل طريق، نص قال حيدة من أرض المليون شهيد، وتعريف موجز يعني باختصار يعرف به. وفي ذيك المرحلة كنت نائب رئيس الجامعة، على الأقل كنت نعطيني قيمة نائب رئيس الجامعة لا بأس، وما عندهم نائب رئيس الجامعة حية كبيرة كله وزير. المهم فكي ديت الكلمة أنا شوية نخرب، أنا نحوص شوية نجبد بلا. كيف فوت لي؟ قلت أولا قبل أن نكون من أرض المليون ونصف مليون من شهداء، وهذه غير من سنة 1954. خير المقدم حتى نصحح له العدد، مليون ونصف مليون من 54. أما كنت نحسبه من 1830 أيوة رانا فايتين 7 ملايين. وقلت قبل أن نكون أرض الشهداء فنحن أرض العلماء. أول من كتب في القراءات القرآنية في التاريخ الإسلامي ووضع كتابا جامعا في القراءات القرآنية هو أبو القاسم الهذلي البسكري من بسكرة، أول واحد. والدكتورة أيمن سويد صاحب القراءات الذي ترونه في القنوات يساعده هو تحقيق جزء من هذا الكتاب، والآن طبع الحمد لله في 5 مجلدات. أول واحد جزائري أبو القاسم الهذلي البسكري. أول من شرح صحيح البخاري في التاريخ الإسلامي هو أحمد بن ناصر الداودي المسيلي التلمساني، متوفى سنة 402 هجرية. أول واحد يشرح صحيح البخاري، حتى أن الإمام ابن حجر نقل عنه في الفتح في أكثر من 480 موطن، له كتاب يسمى كتاب النصيحة. أول من نظم النحو في ألفية قبل ابن مالك هو ابن معطي الزواوي، حتى قال فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجبا ثنائية الجميلة. أول واحد يدير ألفية في النحو ابن معطي الزواوي. احنا قبل ما نسمعوش به ما نقربش لأولادنا، ولكن في العراق وهو الكتاب الأول المقرر في العراق، والعراق هي بلاد النحو، الكوفة والبصرة. الكتاب المقرر عندهم هو كتاب ألفية ابن معطي وعليها شروح، هو طبع عندهم وشرح عندهم، احنا وصلنا غير الطبعات من بعد. أول من وضع كتابا في نظم المنطق الذي يعتبر أصعب العلوم الآلة التي تعصم الذهن من الخطأ الإمام الأخذلي البسكري.
أول من وضع متنا في العقيدة تحفظ وتضبط هو الإمام السنوسي. ثم أخذت أذكر هذه الكتب وقلت وهذه الكتب كلها تعتبر من مقررات الأزهر الشريف. أنا غير باش نسيب لي صاحبي، غير باش نقول له شكون الجزائريين، قلت وهذه المقررات كلها هي مقررات في الأزهر الشريف. قطع علي الصوم وتكلم قال والحمد لله أن الأزهر لنا. غير رجع لي قلت له والحمد لله أن الأزهر نحن من بنيناه. في عهد الدولة الفاطمية العبيدية لما بنى جوهر الصقلي كانت الدولة هنا في تيرت، نحن الذين بنينا الأزهر ونحن الذين وضعنا مقررات الأزهر. جزائريين أو شكونوا في رصانكم. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل حتى نعتز ببلدنا ونعتز بعلمائنا عندما نجد رجل مثال بكر بن حماد التهرتي تيرتي. هذا بكر بن حماد التهرتي توفي 286 هجرية. هذا شكون؟ كان من أقران الإمام البخاري، يقروا مع بعضهم، عاد نفس الشيخ، عندهم شيخين من بينهم مسدد بن مصرهد، قراوا مع بعضهم جزائري من تيرت مع الإمام البخاري، وكان من كبار علماء الجرح والتعديل. عدنا ولله الحمد وللأسف الشديد. فهذه كلمات أردت أن تكون مدخلا لما نريد أن نقوله في أن القرآن الكريم الذي لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هذا القرآن لما قال المولى تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فإن حفظ القرآن بحفظ أهله وحفظ القرآن بحفظنا إياه. ولهذا قالوا أن العلماء أن الأمة إن لم تجد من بينها حافظا كلها آثمة، كل أمة تأثم إذا لم يوجد من بينها حافظ. ونحن ولله الحمد اليوم المدارس القرآنية تعج، الكتاتيب في المدارس في البيوت، هذه نعمة من نعم المولى تبارك وتعالى.